السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير على خير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا مباراة الحرس الملكي، شروط ديالها وموعد التسجيل فيها. قبل ما نشوفوا أهم الشروط، كنتمنى ديروا اشتراك في القناة، تجي تدعمونا بلايك الفيديو وبارطاج باش يوصلك كل جديد بخصوص أي مباراة مقبلة إن شاء الله. كما كتعرفوا بزاف ديال الناس سولونا على مباراة الحرس الملكي، واش انطلقت ولا مازال، واش تم الإعلان عليها ولا مازال. إلى حدود الساعة لم يتم إعلان عن مباراة الحرس الملكي، فقط هذه الشروط التي تكون في مباراة الحرس الملكي. هاد الشروط كتغير كل عام حسب المداولة اللي كتقوم بها الحرس الملكي. كما كتعرفوا بأن التسجيل يكون في شهر يونيو. هذا العام هل يتم الإعلان عن مباراة شهر يونيو؟ هنا تساؤل، واش غادي يبدأ التسجيل في شهر يونيو ولا لا؟ المهم، الشروط كما كتعرفوا هي شروط بسيطة. كتكون التخصصات ديالها في المشاة والخيالة. هاد المباراة كتفتح شروطها لمترشحين سواء بنات أو دراري، وكتدخل ليها برتبة جندي من الدرجة الثانية. كما كتشوفوا هاد الشروط ديال 2022. الشروط الالتحاق كتكون جنسية مغربية، الحالة العائلية عازب، وبدون سوابق عدلية، السن من بين 18 سنة على الأقل حتى 22 سنة، وكذلك أن تكون حاصل على مستوى أدنى ثالثة إعدادي، على الأقل تكون حاصل على الثالثة إعدادي، وما تكونش حاصل على شهادة البكالوريا. كتكون متمتع بصحة جيدة، وكذلك الطول بالنسبة للدراري 1.75 متر للفوق، وبالنسبة للإناث 1.65 متر. وكيتم قبولك من طرف لجنة الانتقاء الأولي. كذلك كتسجل عبر السيت recrutement.garde-royale.ma. هذا السيت كيتفتح من بعد كتنطلق المباراة. مثلا في 2022 تم انطلاق المباراة في شهر يونيو، وكان آخر أجل هو 30 يونيو. هل سوف يتم الإعلان مباراة الحرس الملكي في هذا الشهر؟ لم نعرف أي خبر جديد، وكذلك سنوافيكم بكل أخبار جديدة حول هذه المباراة. فقط كونوا على بال، وما تنساوش ديروا الجرس وديروا ابوني باش يوصل لكم كل جديد بخصوص اي مباراة ان شاء الله. الى هنا نكون انهينا الفيديو، واللي عنده شي تساؤل يحاول يحطوا لنا في التعليق، نحاولوا نجاوبوا عليه، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.